كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه ده جواه بقع سودا، مساحه جغرافيه محكومه بالدم او بالغموض او باسرار لو طلعت للعلن ممكن تغير التاريخ تماما. الاماكن دي مش مجرد لافتات مكتوب عليها ممنوع الدخول، لا دي بؤر مرعبه مات فيها بشر واختفت فيها طيارات وحصل فيها حوادث تشيب لها الرؤوس. النهارده انا مش جاي اقول لك اسامي، انا هحكي لك الاسرار لاكتر 10 اماكن غموض ورعب ومحرمه على البشر. اول حاجه وهي جزيره سنتينل، وهي بتتنطق بالانجليزي كده نورث سنتينل ايسلاند. الجزيره دي قد منهاتن تقريبا. القبيله اللي هناك بتعزل نفسها كده يجي من 60,000 سنه، وجيناتهم ما فيهاش اي مناعه ضد امراضنا، يعني لو واحد عطس هناك ممكن يبيد القبيله كلها. عشان كده الحكومه الهنديه عامله منطقه خطر بطول 6 كيلو متر داير ما يدور. خلينا بقى في الحدث المرعب ده. سنه 2006 في 2 صيادين قعدوا يشربوا خمره وسكروا لحد ما ناموا، والقارب بتاعهم جابهم لحد الجزيره وهم نايمين ومش حاسين بحاجه خالص. افراد القبيله دي لمحوا القارب وهو جاي، فورا طلعوا على القارب وخلصوا على الاتنين دول وهم نايمين ودفنوهم في رمل الشط، ولا من شاف ولا من دري. لما الحكومه بعتت هليكوبتر عشان تتحرى عن الموقف ده بالذات، اهالي القبيله دي ضربوها بالسهام ومنعوها تنزل. الحادثه الابشع بقى كانت سنه 2018 لما شاب امريكي اسمه جون آلين تشاو قرر يروح للجزيره دي بطريقه غير قانونيه عشان يهدي اهالي القبيله للديانه المسيحيه. دفع فلوس للصيادين عشان يهربوه، واول ما نزل الشط الصيادين شافوا افراد القبيله وهم بيضربوه بالسهام. ومش بس كده، ده ربطوا حبل حوالين رقبته وسحلوا جثته على الرمل. وبالمناسبه جثته لسه هناك لحد النهارده ومحدش عارف يرجعها. تاني حاجه وهي جزيره الافاعي في البرازيل، اسمها الحقيقي إلا دي كيمادا جراندي، وبتبعد 32 كيلو متر عن سواحل ساو باولو. الجزيره دي انمحت منها السديات تماما، والافاعي هناك اتطورت وبقت تعيش على الشجر وتصطاد الطيور المهاجره. السم بتاع الافعى الذهبيه اللي عايشه هناك اقوى 5 مرات من سم اي افعى في العالم. بمجرد ما يدخل دم الانسان بيعمل ذوبان للانسجه واللحم ونزيف داخلي في المخ حاد جدا. العمليه دي كلها بتتم في ثواني. في بدايه القرن العشرين كان في حارس للمناره البحريه عايش على الجزيره دي هو ومراته واولاده ال3، وفي ليله سودا اتسللت مئات الافاعي من الشبابيك المفتوحه في البيت. العيله كلها اترعبت وجريوا بره البيت في اتجاه القارب عشان يهربوا، بس الافاعي كانت مغطيه الشجر والارض ولدغتهم كلهم وماتوا في وسط الغابه. لما سفينه تابعه للبحريه البرازيليه جت عشان التفتيش الدوري لقوا المناره مطفيه والجثث متحلله ومليانه بسم الافاعي. ومن يومها عملوا نظام للمناره دي انها تشتغل اوتوماتيك، والجيش قفل الجزيره دي تماما. تالت حاجه وهي المنطقه 51، منطقه كده في صحراء نيفادا، بس الجنود اللي عليها مش جنود عاديين، لا دول اسمهم الكامو دودز، قوات امن خاصه بملابس مموهه وسيارات دفع رباعي، معاهم تصريح رسمي باطلاق النار لقتل اي حد يتخطى الخط الابيض في الصحراء. الطيران فوق المنطقه دي بالذات محظور تماما على المدني والعسكري، لدرجه ان برامج الطيارين ممسوح منها احداثيات المكان اصلا. يعني انا لو معايا طياره وفيها خريطه مثلا، اشارات المكان نفسها مش هتبقى واضحه معايا على الخريطه خالص. واضحه معاك انت ولا لا؟ في سنه 1999 طلع عالم فيزياء في برنامج تلفزيوني اسمه بوب لازر. قال بوب لازر انه اشتغل في منطقه سريه اسمها S4، وS4 دي منطقه جوه منطقه ال51، واكد انه شاف 9 اطباق طايره وكائنات فضائيه. انا عارف انه كلام ما يخشش العقل، بس ازاي يطلع من عالم فيزياء؟ انت معايا ولا ايه؟ هو اكد كمان على جمله ممكن تخلينا احنا كمشاهدين للحدث او سمعنا عن الحدث ده ممكن تخلينا نفكر شويه. قال ان الحكومه بتعمل هندسه عكسيه للتكنولوجيا مش من الارض. الجمله دي انا لو فكرت فيها مثلا كشخصي هلاقي حاجات كتير فيها، جمله بجد تستاهل التفكير. بس خلينا في المهم، يعني بعيدا عن التصريحات دي الحكومه مسحت سجلاته الاكاديميه والوظيفيه وكأن بوب لازر ده ملوش وجود. وكمان في تسعينات القرن الماضي رفعت عائلات قضايا ضد الحكومه لان ازواجهم ماتوا بامراض جلديه وامراض نفسيه غامضه جدا. واتضح ان القاعده او المنطقه دي بالذات بتحرق مواد كيميائيه وسامه جدا بس مجهوله، ولان السريه اهم من حياه الموظفين فيموت كام واحد عادي، اهم شيء السريه التامه. رقم 4 يوم القيامه. فما الذي نعرفه عن مبنيه على عمق 120 متر في جبل صخري كده في النرويج. المكان ده متصمم عشان يعيش آلاف السنين ويستحمل زلازل بقوة 10 ريختر، وقادر انه يتحمل اقوى قنبلة نووية حرارية على وجه الارض. جواه اكتر من 1,000,000 عينة بذور من كل دول العالم عشان لو حصلت كارثة كونية او ما شابه. يعني رغم التحصينات الاسطورية دي سنة 2017 حصلت كارثة هزت العالم بسبب الاحتباس الحراري. الجليد بره القبو ده دب بشكل مفاجئ، والمية دخلت جوه المدخل على مسافة 15 متر واتجمدت. العالم كله اتصدم لان القبو طلع
طلع مش متأمن بنسبة 100% ضد تغيير المناخ. والتاريخ سجل أول دولة طلبت سحب بذور من القبو ده، وكانت سوريا سنة 2015. العلماء السوريين طلبوا عينات من بذور القمح والقمح الصلب عشان يعوضوا البنك الجيني اللي اتدمر في حلب بسبب الحرب، وخدوها وزرعوها في لبنان والمغرب ورجعوا عينات جديدة للقبو تاني. رقم 5 مقبرة الامبراطور تشين شي هوانج في مدينة شيان. الراجل ده وحد الصين وكان مهووس بخلود روحه. بنى مقبرة ضخمة عبارة عن مدينة كاملة تحت الأرض، وحرسها ب 8000 جندي من الطين، وبالتحديد طين التراكوتا، الطين المحروق يعني، وخلى كل جندي ملامح وشه مختلفة عن التاني تماما. المؤرخ الصيني القديم سيما تشيان كتب في مخطوطاته ان القبر جواه افخاخ مميتة، وهي عبارة عن كروس بوس آلية او اقواس مستعرضة، ودي عبارة عن نشابة عشان لو اي حد فكر ان هو يفتح البوابات السهام بتنطلق على طول عشان تخترق جسمه. وذكرت المخطوطات ان الامبراطور امر يصب اطنان من الزئبق السائل عشان يعمل محاكاة لانهار الصين الكبرى جوه القبر، يعني بالمعنى انه عايز يعمل نهر جوه القبر بس بشكل الزئبق السائل. لما العلماء حاولوا يعملوا فحص للتربة المحيطة للقبر من بره، لقوا ان نسبة الزئبق السام اعلى 100 مرة من المعدل الطبيعي، وده معناه ان فتح القبر مش بس هيدمر الاثار، ده هيعمل كارثة بيئية ثامة تقضي على البعثة الاستكشافية بالكامل. رقم 6 وهي كهوف لاسكو في فرنسا. الكهف ده اكتشفوه 4 مراهقين سنة 1940 بالصدفة كده وهم بيدوروا على كلبهم الضايع. لقوا جدران كاملة مرسوم عليها اكتر من 600 لوحة لحيوانات منقرضة وبشر، رسمها بقى انسان ما قبل التاريخ من 17000 سنة وبدقة تشريحية مذهلة. بعد الحرب العالمية الثانية الكهف ده اتفتح للسياح وبدأ يخشوا يوميا حوالي 1200 شخص تقريبا يعني. انفاس البشر طلعت ثاني اكسيد الكربون، ومع الرطوبة والاضاءة الصناعية خلقت بيئة تانية خالص. بدأت تظهر نمو طحالب وفطريات سريعة الانتشار لونها اسود واخضر بدأت تاكل وتخفي الرسومات التاريخية دي. الحكومة الفرنسية انصابت بالرعب وقفلته تماما سنة 1962. الموضوع وصل انهم ركبوا انظمة تكييف متطورة جدا، بس حتى التكييف بوظ المناخ الطبيعي للكهف. والنهارده مفيش مخلوق بيدخله غير شخص واحد بس، وهو فن الصيانة. بيدخل لمدة دقائق محددة في الاسبوع ببدلة عزل كاملة عشان يتأكد ان الفطريات ما قضتش على اللوحات الموجودة. رقم 7 وهي جزيرة بوفيليا، جزيرة صغيرة كده في بحيرة البندقية. في القرن الثامن عشر لما الطاعون نهش في اوروبا، الجزيرة دي بقت مقبرة الاحياء. اي حد كان بيظهر عليه اعراض العطس والحرارة كانوا بياخدوه للجزيرة دي ويرموه فيها مع الجثث المتراكمة عشان يموت بالبطيء. المؤرخين بيقولوا ان 50% من تربة الجزيرة دي هي عبارة عن رماد جثث بشرية محروقة. سنة 1922 بنوا على الجزيرة دي مستشفى للامراض العقلية. مدير المستشفى كان طبيب سادي شوية وبيتمتع بتعذيب الشخصية اللي قدامه. اشتغل على المرضى النفسيين وبدأ يعمل عليهم تجارب جراحية مرعبة بس بدون بنج. كان بيعمل عمليات ثقب جمجمة واستئصال فصوص من المخ، وده كله باستخدام ادوات زي الشواكيش والمثاقب العادية. طبعا انت دماغك صدعت في الحتة دي وانا زيك والله، بس خلينا نرجع لموضوعنا. بعد كام سنة الدكتورة بدأت تشوف اشباح المرضى والطاعون بيطاردوه في الممرات. حسب رواية الممرضات في يوم رمى نفسه من اعلى برج في المستشفى. الممرضة اللي كانت واقفة قالت لما وقع ما ماتش، بس في ضباب اسود طلع من الارض وخنقه لحد ما مات. ودي كانت الرواية الاقرب لمعظم الناس اللي عصروا الحدث ده. ودلوقتي طبعا الجزيرة معروضة للبيع ومحدش راضي يشتريها خالص. رقم 8 وهو ارشيف الفاتيكان السري. الارشيف ده مش سري بمعنى كده انه مخفي يعني، لا، هو سري بمعنى انه خاص بالبابا. الرفوف هناك بتمتد ل 85 كيلو متر تحت الارض، وفيها وثائق من 1200 سنة من تاريخ البشرية. جوه الارشيف ده موجود وثائق محاكمة جاليليو جاليلي سنة 1633. المحاكمة دي اتعملت لان الكنيسة اتهمته بالكفر لانه قال ان الارض بتدور حوالين الشمس. وموجود كمان في الارشيف طلب الطلاق الاصلي للملك هنري الثامن من كاترين اوف اراجون. وبالمناسبة هنري اتجوز 6 مرات عشان كان عايز وريث ذكر للعرش بتاعه. وزوجاته بقى يبقوا كاترين اوف اراجون وان بولين وجين سيمور وان اوف كليفر وكاترين هوارد وكاترين بار. انا والله مش عارف حبه في اسم كاترين بس مش مشكلة. وعايز اضيف كمان معلومة، هو اعدم 2 منهم بتهمة الخيانة وهي ان بولين وكاترين هوارد. وكمان الاضافة دي طلاق كاترين اوف اراجون اللي بسببه انشقت بريطانيا عن الكنيسة الكاثوليكية. في الارشيف ده بيحصل حاجة غريبة جدا، الباحثين المسموح لهم بالدخول بيمشوا معاهم حراس دايما، ومش مسموح لهم يقروا اي كتاب اتكتب قبل 1939. القصص لسه بتزيد رعب وغموض، ولو انت لسه اول مرة تسمع التفاصيل دي اخبط اللايك الجميل واستنى الجزء التاني عشان يوصلك كل جديد.